اروح بقى مع حضراتكم لموضوع تاني مهم جدا وبيشغل حيز كبير جدا من جماهير نادي الزمالك، الامر الخاص بمشاركه نادي الزمالك في البطوله العربيه. وشايفين احنا مش خافي على حد اللي بيحصل، سيل من المجاملات والتاجيلات والغاء عقوبات وضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط تحت بند ممثل مصر في البطوله الافريقيه. واحنا مش ضد ده، ماشي اعمل ده، انت بتعمل ده. طب مع الزمالك لا ليه؟ طب الزمالك رايح يلعب برضه باسم مصر في كاس الملك سلمان في البطوله العربيه في السعوديه، بطوله قويه جدا. ومجموعه نادي الزمالك مجموعه ناريه، مجموعه يعني لقاء الجبابره، نصر السعودي، الشباب السعودي، والفايز من المنستير التونسي والمحرك البحريني. وبالمناسبه يعني كمان يمكن بطل تونس المنستير كسب 2-0 في تونس، فهو الاقرب يعني وات ايفر مهما يحصل. والمباراه دي كمان الفايز منها هو اللي هيكون اول مباراه لنادي الزمالك. الحاج عامر حسين كل يوم بيخرج يقول ان باب القيد هيفتح في شهر اغسطس، شهر 8، يعني بعد ما الزمالك يلعب البطوله. طب يا فندم انت مسؤول عن ده، الزمالك عنده بطوله في شهر يوليو قبل تصريحات حضرتك دي اللي انت بتتكلم عليها ليل نهار. وبرده مفيش برده، مش هفترض انا حسن النيه في الامور دي، انك طالع تاكد مره واثنين وثلاثه عن شهر اغسطس، باعتبار يعني نادي الزمالك ده مثلا يعني مش نادي مصري. يعني المفروض ان نادي الزمالك ده نادي مصري، والله نادي بيمثل مصر، فلازم يا جماعه نقف جنبه. شكل استثنائي، شكل استثنائي ويتم السماح له. ما احنا بقول لك انت بتعمل كده مع النادي الاهلي، يا عم اعمل ممثل مصر، مش هنقول لك حاجه، مش هنقدر نتكلم، بس اعمل ده مع بيراميدز، اعمله مع فيوتشر، اعمله مع الزمالك، اعمله مع المصري، اعمله مع الاسماعيلي. لكن تيجي عند الزمالك وتقف، لا لازم يكون في قرار، وقرار حاسم وقرار سريع جدا باستثناء نادي الزمالك في موضوع القيد. ليه لا؟ يعني ايه المعضله في ده؟ ايه اللي احنا بنطالبه مثلا ما اتعملش قبل كده؟ ماشي انت عندك قيد وعندك فترات وعندك امور معينه، لكن نادي الزمالك عنده بطوله في شهر 7، ايد له اللعيبه دي حتى لو مش هيلعبوا في البطوله المحليه، انا ايد الناس دي عشان تشتغل مع نادي الزمالك. وهرد على كل الناس اللي بتتكلم على اللوائح وبتتكلم على باب القيد واحترام اللوائح. هي احترام اللوائح على نادي الزمالك بس؟ هو تطبيق القوانين والعقوبات واللوائح والبند بيقول والبند بيعمل على نادي الزمالك بس؟ استقيموا يرحمكم الله، ما ينفعش كده. نفس الموقف ده هفكر حضراتكم في 2017 برضه مع الحاج عامر حسين. والحاج عامر حسين من الناس اللي يعني اللي ليها باع طويل جدا في العمل الاداري في الرياضه في اتحاد الكره في لجنه المسابقات، فاكيد مش خافي عليه الموضوع 2017 البطوله العربيه اللي اتعملت في مصر يوم 22/7 2017. وكان اتحاد الكره في الوقت ده، ركزوا كويس قوي، كان واخد قرار بفتح القيد يوم 16 بعد انتهاء اخر مباراه في كاس مصر يوم 15/8. كان فتح القيد ثاني يوم الانتهاء 16/8 بعد نهايه كاس مصر، نهائي كاس مصر بيوم. وده الطبيعي، انا ما بتكلمش مش بقول حاجه او بتجنى، لا طبيعي. لكن البطوله العربيه كانت في التوقيت ده كانت من 22/7 ل 6/8، فاضل من 22/7. ركز بقى في التواريخ عشان تعرف اللي انا عايز اوصله لك. يعني الزمالك والاهلي كانوا مشاركين في البطوله دي، هيلعبوا بقوائم الموسم الماضي بناء على تطبيق اللائحه اللي كلهم دلوقتي عمال يقول لك اللوائح والغمز واللمز على اللوائح، ونفضل مكملين باللوائح عشان الزمالك ما يعملش صفقات او الزمالك ما يعملش صفقات. فكان لزاما على لجنه المسابقات او اتحاد الكره اي حد ياخد قرار في موضوع القيد، ان كانت لو فضلت بنفس التواريخ 16/8 ما كانش هيتم ابرام صفقات للزمالك ولا للاهلي. ساعتها الزمالك ما كانش اعلن لسه عن صفقات، ماشي، اللي كان اعلن ساعتها انه جاب صفقتين على ما اعتقد كان النادي الاهلي. فاتحاد الكوره والحاج عامر حسين ذاته قرر فتح باب القيد للنادي الاهلي بشكل استثنائي عشان يأيد وليد ازار واحمد الشيخ عشان يلعبوا البطوله دي، وعشان كمان يلعبوا في بطوله افريقيا. فده تم استثناء النادي الاهلي زي ما بيتم استثنائه في كل حاجه. ان اللعيب عنده موقوف 4 مباريات، لا خلوهم مباراه واحده. مش عارف لعيب 12 مباراه وقرار انضباطي، مش مهم، ما يتعاقبش. اهم حاجه الاهلي بيلعب، واللاعب لازم يلعب مع النادي الاهلي، مش مهم. طب لما يجي عند الزمالك، لا اوقف امام عاشور واذبح شيكابالا، مفيش مشكله، واوقف احمد عيد اللاعب الصغير كان ساعتها 16 سنه ولا 17 سنه، وقفه يا عم، مش مهم. في وقائع كبيره جدا نذكر بيها اتحاد الكوره وقف فيها مع الانديه، وانديه بعينها، ونادي واحد مخصوص لازم تقف معاه، لازم تقف معاه. وحصلت القصه دي مع لاعبين كتير جدا. حصلت مع محمد ناجي جده لما وقع للاهلي، وكان اتجامل برضه ساعه القيد بتاعه مع نادي الزمالك، وتم الامور وحسمها للنادي الاهلي. وباب القيد اتفتح الساعه 5 الفجر عشان شريف عبد الفضيل، بلسان شريف عبد الفضيل نفسه، وبجهزوا لنا الفيديو ده. والواقعه الشهيره بتاعه احد اعضاء مجلس الاداره اللي راح مقر اتحاد الكوره بعد الساعه 2 بالليل وكسر درج اللي هو ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، وجاب الختم وعمل اجراءات احمد رؤوف. وبرضه اللاعب نفسه اتكلم، احمد الشيخ
احمد الشيخ اللي اتأيد للنادي الاهلي في يوم الجمعه. يوم الجمعه يوم الاجازه الرسميه، كان يوم زي النهارده كده، يوم اجازه رسميه، لكن عشان تفضل الامور المجامله دي شغاله مع النادي الاهلي اوكي ومسموح بيها، لكن نادي الزمالك اللي عنده بطوله بيلعب فيها باسم مصر وبيلعب فيها مع بطوله عربيه قويه جدا جدا جدا، وتبقى مباريات بتحظى بنسبه مشاهده غير مسبوقه، لا نعطل النادي الزمالك. هنفضل لحد امتى؟ هتفضلوا لحد امتى دايسين على نادي الزمالك؟ هتفضلوا تيجوا على نادي الزمالك لحد امتى؟ ازاي؟ يعني انا عايز اعرف هتدوا نادي الزمالك حقه امتى؟ نادي الزمالك هيروح ياخد حقه او يتم استثنائه في موقف واحد زي ملايين او عشرات المواقف اللي اتجامل فيها المنافس بتاعه امتى؟ ازاي؟ وبتطالب برياضه، وبتطالب بمنافسه، وبتطالب بفير بلاي. انا من هنا بطالب ان الاتحاد الكوره والحاج عامر والناس اللي في اتحاد الكوره روحوا خاطبوا الاتحاد الافريقي ان يودي الكابتن محمود البنا يحكم نهائي افريقيا للنادي الاهلي قدام الوداد. اعملوا طلب، ما يهمكش ان الاتحاد الافريقي اعلن الحكام الذهاب والاياب، لا قدموا طلب وحطوا الكابتن محمود البنا يحكم للنادي الاهلي زي النهارده كده، زي ضربتين الجزاء بتوع النهارده كده. انا بقى كمصري بقول لك لا، محمود البنا يرافق النادي الاهلي في مباراته في الوداد في النهائي هناك في المغرب. كمصري ودوا كابتن محمود البنا يحكم. لو تعرفوا تثبتوه لكل مباريات النادي الاهلي، مع اني خلاص اصلا اللي تم والدوري خلاص خلص والكلام ده كله، بس برضه كابتن محمود البنا لا يستحق ان هو يحكم في مباريات كبيره زي دي ويحكم نهائي افريقيا، يستحق بصراحه، خصوصا النادي الاهلي طرف فيها. الامور مش هتستقيم بالشكل ده، والامور لو فضلت كده يبقى احنا للاسف محلك سر، وكل اللي حوالينا كله عمال يجري ويسابق ويتقدم ويطلع للامام ويروح كاس عالم ويبقى ثالث ورابع عالم وانديه ثانيه، ودول الخليج كلها خلاص فتحت العنان لنفسها وبتجيب اكبر لعيبه في العالم كريستيانو رونالدو في النصر اللي هيلعب قدام نادي الزمالك. فنيجي احنا نطالب بابسط حقوق نادي الزمالك. انت يعني اصل مش يعني انا مش شايفها مجامله والله، مش شايفها ان هي حاجه تستحق اصلا عناء ان احنا نتكلم. ويمكن انا شفت التصريحات بتاعت اللي هو ثروت سويلم، هو من الشخصيات المحترمه جدا جدا.